بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احنا اتكلمنا بإذن الله سبحانه وتعالى من فضل الله على 2025. كنت قايل لك في بداية السنة خالص إن هي من تأثيرات حرف الطاء. طبعا بفضل الله معظم اللي معانا خلاص حفظوا المعلومة دي، معلومة إن 2025 مجموعها 9 متأثرة بحرف الطاء، وحرف الطاء هو التنزيل الإلهي على الأرض. التنزيل الإلهي على اللي هي العلامة اللي عاملة زي الصاد دي على الأرض، وعلى حسب استقبال الأرض على حسب تأثير حرف الإيه؟ حرف الطاء. طيب حرف الطاء قلنا أقوى حاجة فيه هي أقوى حاجة في الحرف. أنا عايز بقى الناس اللي متابعة تجاوب عشان الناس اللي الجديدة برضه. أقوى حاجة في حرف الطاء هي إيه؟ أقوى حاجة تخص صفات الحرف صوته. ممتاز. صوت حرف الطاء، صوت حرف الطاء هو أقوى حاجة فيه. فعلم الصوت صوته مظبوط، صوته 100 جميل جدا. فأقوى حاجة في حرف الطاء هي الصوت. فصوت حرف الطاء ده هو اللي عامل الأحداث اللي انتوا شايفينها. فلما جينا اتكلمنا عنها في البداية خالص في بداية السنة على أحداث السنة، ده ساعد في قوة ظهور الأحداث. الكلام عن الحضارة المصرية القديمة، الكلام على الكلام على الأهرامات، الكلام على أسرار علم الكتاب، الكلام على الحروف، كل ده ساعد. في حد هيفلتر ما تقلقوش يعني. كل الكلام ده ساعد في إيه؟ ساعد في ظهور الأحداث دي كلها، وظهور الحضارة المصرية، وظهور وبعث العلم من تحت الأرض. جميل جدا. ده مقدمة بس عشان نخش على الكلام. طيب في حاجة مهمة جدا 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 قلتها لكم في بداية السنة. من تأثيرات حرف الطاء، وحاجة مهمة جدا في 2025، ألا وهي السكون. ولو تفتكروا أنا قلت لكم وكلمتكم على صلاة السكون. هنعيدها تاني عشان الناس برضو الجديدة بتسمعنا. صلاة السكون دي من الحاجات اللي انت محتاجها عشان تستفيد بتأثيرات حرف الطاء. طب حرف الطاء اللي كان تأثيره ده علم التسعة، يعني مربوط بالسعي، وليس للإنسان إلا ما سعى. وسعى ده مربوط بالتسعة، ومربوط بعلم الساعة اللي اتكلمنا عليه، يعني والهمسة الإله هنتكلم فيها دلوقتي. ولذلك علم الساعة مربوط بالتسعة، مربوط برقم 9. ولذلك معظم الناس بدأت تتخيل إن المهدي المنتظر هيجي، والمهدي المنتظر مربوط برقم 9 برضه، وصاحب مصر مربوط برقم 9، ومصر نفسها مربوطة برقم 9. بس ده اللي خلى الناس تتخيل إنه خلاص هيجي لهم بقى المهدي المنتظر، وخلاص هيجي لهم صاحب مصر، وخلاص القيامة هتقوم وخلاص، والكلام ده كله. وتطلع فيديوهات تقول لك احنا العالم مش هيشوف حاجة حلوة تاني ومش عارف. كل ده من تأثيرات التسعة، بس بدون علم. جميل قوي. خلي بالكم من النقطة دي عشان هنرجع لها كمان شوية. طيب جميل قوي. يبقى كل الحاجات دي مربوطة برقم 9، والسعي كذلك مربوط برقم 9، وليس الإنسان إلا ما سعى. ولذلك قلت لك على حاجة مهمة جدا، وهي السكون وصلاة السكون. صلاة السكون اللي هم ركعتين تكون في جوف الليل عشان تحقق أكبر قدر من السكون. وبعد السكون ده أنت بتقرأ فيهم الفتحة والإخلاص وبعد ذلك أهم حاجة في ركعتين السكون إن أنت لا تذكر فيهم إلا الله سبحانه وتعالى. ركعتين بدون طلب، بدون أدعية لحاجات معينة. دعائك وطلبك يكون الله سبحانه وتعالى فقط لا غير.
الله سبحانه وتعالى فقط لا غير. هو ده اللي انت عايزه من السكون. السكون او صلاة السكون ده هيحقق لك ايه؟ هيحقق لك نور وفهم للسعي بتاعك، نور وفهم للسعي بتاعك. فتبدأ انت مع النور والفهم للسعي بتاعك ده تستفيد من الطه اللي نازله. جميل قوي. مع مرور السنة، يبقى دي كانت أول حاجة اتكلمنا عليها مع تأثيرات حرف الطاء. مع مرور السنة كلمتكم في حاجة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي الشرك بالله. ودي اتكلمنا فيها لما جيت كلمتكم على ملة إبراهيم حنيفة، الفيديو بتاع الإمام المنتظر، واتكلمنا فيه على المهدي المنتظر، وقلت لكم ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وما كان من المشركين يعني ده ما أشركش بربنا خالص، سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام هو اللي خرج البحرين، هو اللي خرج البحرين، سيدنا إسماعيل عليه السلام وسيدنا إسحاق عليه السلام، هو اللي خرج البحرين. ولذلك مجمع البحرين هو الإمام، ولذلك مجمع البحرين إسماعيل وإسحاق، الله يفتح عليكم. ولذلك مجمع البحرين هو مين؟ الإمام، الإمام. طيب، ولذلك ظهور الأحزاب وظهور الفرق وظهور الشيع كل ده منافي لملة إبراهيم حنيفة، كل ده منافي للملة الإبراهيمية والإخلاص الحقيقي. طيب، قلت لكم أهم حاجة أنت داخل عليها قبل ما تخش 2026 هي عدم الشرك بالله. ما تتعلقش بحاجة، دي من أهم الحاجات اللي هنتكلم عليها وهتكون متأثرة في 2026. ولذلك أنا كنت قلت لكم إن هتلاقوا مدخل وزيادة نداء للملة الإبراهيمية، للملة الإبراهيمية في الأيام الجاية أو في 2026، ودي هنتكلم عليها بزيادة يعني. طيب، إن أنت ما تشركش بالله شيء ده مش مربوط بس بالحاجات الدينية، لأ، عدم الشرك بالله ده مربوط بكل حاجة في حياتك. أولادك بينهما برزخ لا يبغيان هو الإمام، هنتكلم عليها. أولادك، شغلك، زوجتك، عملك، أفكارك، البيئة المحيطة بيك، معتقداتك، هويتك، كل الحاجات دي ممكن تسبب ليك شرك بالله سبحانه وتعالى كلها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. المعتقدات نفسها، هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا، المعتقدات نفسها ممكن تبقى هي شرك بالله. أفكارك اللي نابعة من نفسك ممكن تبقى هي شرك بالله. كل ده أنت محتاج تتخلص منه قبل 2026. كل ده هيودينا على إيه؟ آدم ألفين عليه أبان، مظبوط. كل ده هيودينا على إيه؟ على إن أنت محتاج تخش على 2026 اللي إحنا قلنا فيها إن كل إنسان هيجلس على العرش بتاعه أو هيشوف العرش بتاعه. والعرش إحنا اتفقنا إن هو بداية الأحداث، العرش هو بداية الأحداث. ثم استوى على العرش، يعني معنى كده إن عقرب الساعة اشتغل. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعني انتهى من العمل ثم استوى على العرش. أصبح العرش جاهز للأعمال كلها. بدأ نخش في الأحداث، بدأت نخش في، يعني معنى إن إحنا كل واحد هيقعد على العرش بتاعنا، كل واحد هيبدأ يشوف جني الثمار. مظبوط. وجني الثمار مش معناها إن هي تبقى حاجة حلوة أو حاجة وحشة، لأ. جني الثمار دي معناها إن العد اشتغل، اشتغل يعني إيه؟ يعني أكنك كده عملت الساعة على الستوب ووتش، يلا بينا نبدأ الشغل.
بداية الشغل ده احنا اتكلمنا فيه مع أحداث الأنبياء. في منهم اللي كان دخل السجن زي سيدنا يوسف، في منهم اللي فجأة لقى نفسه قتل واحد وبعد كده راح مدين وبعد كده مش عارف ايه زي سيدنا موسى، في منهم اللي بدأ عليه نزول الوحي زي سيدنا محمد، في منهم اللي زي سيدنا إبراهيم اللي حطم الأصنام ونظر نظرة. على حسب قصتك، على حسب بداية الأحداث بتاعتك. ده ثم استوى على العرش. طيب العرش ده مكان عالي، ركزوا في الحتة دي، العرش ده مكان عالي. طيب العلو ده انت عشان تطلع له مربوط بحرف السين. طيب العرش ده انت عشان تطلع له فوق محتاج تبقى خفيف، وطول ما انت مشرك انت تقيل، انت خالد الى الارض. طول ما انت عندك شرك بالله سبحانه وتعالى، في حاجات انت مشرك فيها مع الله سبحانه وتعالى، مش مخلص نفسك لله سبحانه وتعالى، في حاجات جوه هنا لسه، فانت تقيل. ومعنى انك تقيل انك مش هتوصل للعرش، فمش هتستفاد ب2026. ولذلك كلامي في أول السنة عن 2025 وحرف الطاء والسكون، وبعد كده قلت لك الشرك، كل ده مربوط ببعضه، لأن زمن التواصين طه طاسين وطاسين ميم كم سنة؟ بقول لكم للناس اللي متابعة عارفين طبعا الإجابة، بس الناس الجديدة زمن التواصين هيقعد كم سنة؟ زمن التواصين 4 سنين. الله يفتح عليكم. 2025 2026 2027 2028 4 سنين هيكون فيهم زمن التواصين. زمن التواصين انت محتاج فيه حاجة مهمة جدا، السكون، عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، وده اللي بيصحبه طبعا الإخلاص. كل الحاجات دي عشان تعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي مصاحبة الزمان. مصاحبة الزمان اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني ايه مصاحبة الزمان؟ تخيل ان احنا كلامنا عن الحضارة المصرية القديمة، ده ما كانش موجود خالص. كلامنا عن حرف الطاء ده مش موجود نهائي. كلامنا كل الفيديوهات اللي احنا عملناها مثلا اللي هي كانت الطويلة، اللايفات ونزلت على اليوتيوب، تخيل الحاجات دي كلها مش موجودة. اوعى تفتكر ان انت كنت هتبقى زي ما انت، لا، كانت امورك كلها واتجاهاتك هتتغير من غير ما تحس، من غير ما تحس. هو ده الاهتداء القرآني، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. احنا بنهتدي بالتصين وطه وطاسين ميم. يعني احنا من خلال حرف واحد اللي هو حرف الطاء احنا عاملين كل الفيديوهات دي حوالي 8-9 ساعات مثلا. يعني لو شفتوهم كده على اليوتيوب 8-9 ساعات. حبيبي يا اسلام منور. 8-9 ساعات. تحياتي ليه دكتور مهدان. 8-9 ساعات كلهم من حرف الطاء. حرف الطاء بس، هو ده كده. ده نجم لوجود سماوي ولوجود أرضي، ده بنهتدي بيه. فتخيل كل الحاجات دي مش موجودة، ما اتكلمناش فيها. أولا تأثيرها على الأرض كان هيبقى قليل، ده أول حاجة. تاني حاجة إحنا نفسنا كنا هنبقى في طريق تاني خالص، ممكن يكون طريق هداية، بس مش هيبقى بنفس الطريق ونفس السباحة اللي احنا عاملينها دلوقتي مع الزمان. فاهمين كده؟ يعني احنا فكر كده فيها. طا ليه رايح على السين وليه رايح على الهاء؟ بمعنى ليه حرف الطا مثلا ليه مش طا عين ميم؟ مين يقدر يجاوبني على السؤال ده؟ ليه مش طا ميم على طول؟ يلا. ليه في سين قبل الميم؟ ده علم الكتاب الحقيقي الخالص الأولي، ده علم البداية، ده علم الخلق نفسه.
اللي مربوط بعلم الكتاب، اللي مربوط بعلم الكتاب. ولذلك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سورة النمل في أمر من ربنا كما في الآية. قول الآيات يا أحمد. طيب نرجع للسؤال، ليه مثلا الطاء داخله على السين؟ الطاء داخله على الهاء، دي شرحتها في كتاب ليلة القدر وهشرحها لوحدها. حرف الهاء ده حرف قوي جدا هنشرحه لوحده، اللي هو البداية. ما احنا قلنا الصوت أو أقوى حاجة في حرف الطاء الصوت، والطاء دخلت على الهاء، والطاء دخلت على الهاء، ولذلك القرآن نزل على سيدنا النبي. ركزوا في الحتة دي، اللي هو أكتر واحد فيه حرف إيه؟ ميم. طب الطاء نفسها ليه ما دخلتش على الميم على طول؟ ليه دخلت على السين الأول بدون ميم، وبعد كده لما دخلت على السين دخلت معاها على الميم؟ السين لزوم الخفة، واحد. الله يفتح عليك، ممتاز. ايه تاني؟ السين للعلو، اتنين. ما هو الاتنين مربوطين ببعض، عشان تعلو عشان تطفو عشان تعلو، ما هو الاتنين واحد. الطفو والعلو الاتنين واحد. عشان تطفو أو تعلو محتاج الخفة، تبقى خفيف. ايه تاني؟ لأنه متعلق بالهو الإلهي مع السين لأنه يعقبه هلو. الهو الإلهي، الله يفتح عليك، إجابة ممتازة. وإذا وقع عليها القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. دي لسه يا أحمد، دي هنوصل لها دي. ايه تاني؟ اللي هو الإلهية، تمام، لتلقي العلوم. سين السنن. لا، ايه علاقة الطاء بالسين؟ أنا عايز أسمع ايه علاقة الطاء بالسين ترتفع لتصل إلى الميم. 100 هو ده الكلام. يبقى كده انتوا جمعتوا كده الإجابات، جمعتوا الإجابات. والسباحة، الله يفتح عليك، سين السباحة لأنه مرتبط على العرش. الله يفتح عليكم، 100 جميل أوي. الطاء دي اللي احنا قلنا التنزيل ده عامل كده زي الرزق، يعني عامل زي الرزق. طبعا اللي احنا بنقوله ده جزء من التواصين، يعني ده البداية، ده الاستفتاح. يعني علم التواصين احنا لو اتكلمنا فيه ده موضوع كبير قوي. يعني الطاء ده التنزيل، صح كده؟ احنا قلنا على كان مثلث الهرم، ده موضوع بقى تاني خالص ومربوط بيه طبعا. ولذلك الاحداث الهرميه كلها طبعا شفتوها السنه دي عامله ازاي، اللي يقول لك في اعمده تحت، واللي يقول لك الهرم ما اعرفش ايه، ولسه احداث الهرم جايه. التنزيل ده بتاع الطاء ده، التنزيل بتاع الطاء ده، اسمعوا الحته دي، التنزيل بتاع الطاء ده عامل زي الرزق. وفي السماء رزقكم، يعني انت رزقك فين؟ فوق في السماء. حلو. رزقك اللي في السماء ده عشان تاخد منه أكبر قدر، هتبقى أنت تحت ولا هتعلو شوية؟ بمعنى، وعليكم السلام، ازيك يا عمرو. بمعنى الطاء دي نازلة كده، أنت عشان تاخد أكبر قدر زي المطر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تعلو شوية. الله يفتح عليك. لو أنت فضلت تحت على الأرض مش هتستقبل إلا اللي هيتبقى من الناس اللي فوق، مش هتستقبل إلا المتبقي. يعني انت عشان تاخد من الطاء لازم تعلو شوية، والتقرب ده فوق مش أفقي، ده تقرب رأسي، عامل زي حرف الطاء. ولذلك اسمع الحتة دي، ولذلك عشان احنا قلنا الطاء أقوى حاجة فيه هو الصوت، صح كده؟ عشان ربنا يتكلم بصوته ما اتكلمش في أي مكان، ده راح في أعلى نقطة
في مصر اللي هي فيها التنزيل، اسمها الحتة دي، على نقطة، ودى عندها موسى عشان يكلموا فيها، بس موسى على الأرض وطلع جبل طور، الله يفتح عليكم اللي فيها التقاء الأرض بالسماء. ولذلك قال له إيه؟ فاخلع نعليك، لازم تبقى خفيف، ما ترتبطش بالأرض خالص. ولذلك أصلا موسى من الصدف، هي مش صدف، هي قدر، إني آنست النار، ما خدهمش معاه، هو راح، إني آنست النار، هو راح عند النار لوحده، ما خدهمش معاه عشان ما يبقاش فيه تعلق خالص. فهو ده تنزيل الطاء على السين. انت عشان تصاحب تأويلات الحروف وتنزيلات الحروف اللي بنتكلم عليها، وتصاحب الزمان، تمشي مع الطاء زي ما اتكلمنا عليها، وتمشي مع السين زي ما اتكلمنا عليها، دول هيودوك للميم. والميم زي ما قلنا هي الحالة الأصلية للنفس. ولذلك في فواتح الصور طاسين تلك آيات الكتاب، الميم النفس الأصلية، ممتاز. والميم دي ركزوا في الحتة دي، في طاسين وطاسين ميم. حد يقول لي ايه الفرق؟ انا كنت قايلهم في كتاب ليلة القدر، انا عارف في ناس اللي هيقول لي، انا قلت قبل كده ليه في طاسين وطاسين ميم. لما تذكر الميم، ايه اللي ما يذكرش؟ الميم مقابله حاجة، هو تأويله النفس الأصلية. الميم هي الغاية الكبرى والنفس الأصلية، تمام. مقابله ايه؟ لو قريته طاسين والآية اللي بعديها وطاسين ميم والآية اللي بعديها تعرفوا على طول القرآن. الله يفتح عليك، ممتاز. القرآن مش الكتاب. الكتاب في الطواسين، في طاسين، إنما القرآن يبقى طاسين من غير الميم، لأن هو القرآن هو الميم. ولذلك القرآن نزل على الميم. نزل على مين؟ سيدنا النبي محمد، أكتر اسم فيه حرف الميم صلى الله عليه وسلم. فهمتوها دي كده؟ فهمتوا كده هرم الطاسين ميم ولا مش قوي؟ أقصد لما يذكر قرآن أو كتاب قرآن مع طاسين ميم، الله يفتح عليك، ممتاز. أما ربنا سبحانه وتعالى يذكر طاسين فيذكر القرآن والكتاب. أما يذكر طاسين ميم، خلاص، هو الميم هي القرآن جوه الميم، فمش هنذكر القرآن. فهاتوا كده مثلا سورة هاتوا بقى سورة كان قرآنا يمشي على الأرض، الله يفتح عليك، 100. الحروف دي هي اللي مشكلة الأحداث اللي شغالة، الأحداث كلها اللي بتجري على الأرض، الحروف دي هي اللي مشغلها. صوت الإنسان، اسمع المعلومة دي كمان، صوت الإنسان بالقرآن هو اللي مدي حياة، هو اللي مدور الحياة على الأرض. صوت الإنسان، تاني، صوت الإنسان بآيات القرآن وبالحروف هو اللي مدي الحياة على الأرض، هو اللي ممشي أحداثها. النفس حوت القرآن، الروح مش النفس، الروح بتخش النفس المكتملة، الله يفتح عليك. احنا بقى عملية معكوسة. فهمتوا كده؟ رب تكون دي نقطة مهمة ووصلتكم. الطاء سين ميم، زمن الطواسين 4 سنين، و4 سنين هي ال4 سنين اللي هتبدأ فيها الطهارة. والطهارة زي ما اتفقنا أركانها 4: الشمال والجنوب والشرق والغرب، دول ال4 محاور اللي بتتطهر بيهم.
4 محاور اللي بتتطهر بيهم. هم بيعملوا ودول بيمثلوا مثلثين، مثلث علوي ومثلث سفلي، مثلثين متقاطعين، مثلثين متقاطعين، ودي مربوطة بالصليب، ودي هنتكلم عليها بقى في حتة تانية خالص. جميل قوي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. 4 حاجات: الوجه والإيدين والرأس والرجل، 4 أعضاء الطهارة. ولذلك يا ريت تكلمنا كمان عن العنخ. يعني إيه عنخ أصلا؟ يعني أصل الحروف دي مش ماشية مع بعضها أساسا. بس هنتكلم على الحضارة من ناحية تانية، حضارة حقيقية يعني. فهمتوا؟ فدي 4 حاجات الطهارة، 4 مواضع اللي بتمثل آه، اللي بتمثل الأرض، أو بتمثل الحياة: مثلث علوي، مثلث سماوي، ومثلث سفلي، المثلث الأرضي. ولذلك فإن هيئته هي أنفاس الحياة التي خلقها الإله. فإن إيه؟ مش شايف أوي. أرسمهم إزاي؟ ترسم إيه بالظبط؟ كده فهمتوا الطهارة والأربع سنين وليه داخل على السين، وبعد كده السين ليه داخل على الميم؟ دي فهمتوها كده؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المثلثات، انت لو عملت الشمال الجنوب الشرق الغرب هيعمل لك علامة الزائد. علامة الزائد دي هتوصل النقط ببعضها، هيعمل لك مثلثين: مثلث سماوي ومثلث أرضي. مثلث سماوي سباعي ومثلث أرضي سباعي. هنتكلم بقى عليه بس مش عايزين نفتح فيه عشان هتدخلنا في حتة تانية. ومربوطة كذلك دي بالصليب. ايه فكرة ظهور الصليب أصلا؟ فكرته كانت ايه يعني؟ ايه صلب يعني؟ بس بلاش دي عشان دي هتفتح لنا في حتة تانية بس في منتهى الجمال، هنتكلم عليها. طيب يبقى دي كده تمام، وصلت 100 100. يبقى ده كده زمن الطواسين 4 سنين، وهيتكرروا على فكرة، يعني ده مش نهايته، يعني ده مش نهاية زمن الطواسين، لا هيتكرروا وهيجوا تاني. يبقى ده كده عندنا زمن الطواسين ال4 سنين. انت ماشي بنحاول نعمل بفضل الله يعني سباحة مع الزمن، سباحة مع الزمن. طيب حد يقدر يقول لي احنا لما بنعمل سباحة جوه ال4 سنين دول، لأصلبنكم في جذوع النخل، الله يفتح عليك، ماشي. لما بنعمل سباحة مع زمن الطواسين، مع الطاو السين والميم والكلام ده كله، احنا بنعمله فين؟ يعني ايه علاقة السباحة، ايه علاقة النون بالموضوع؟ ايه علاقة السباحة بالموضوع يعني؟ ايه علاقة السباحة بالموضوع؟ علشان نصاحب الزمن نون. جميل قوي. فين النون اصلا؟ الغرق في النون، حلو جدا. الانسجام في مجريات مراد الله سبحانه وتعالى، حلو جدا. كل ده اجابات صحيحة. هي فين النون اصلا بقى؟ يعني النون نفسها دي نهر النيل، هي فين؟ هي فين نهر النيل؟ نهر النيل ده فين؟ ممكن افهم موضوع اللايف عشان اتاب. بنتكلم على زمن الطواسين وطاسين ميم وعلاقتها يستحسن يفضل يعني انك تتابعي فيديوهات اليوتيوب، وانا ان شاء الله باذن الله هعمل كام فيديو كده. ارض مصر، ما ارض مصر مربوطه بزمن الطواسين اصلا، بس النون نفسها دي فين؟ هعمل باذن الله مجموعه فيديوهات كده للناس اللي لسه عايزه تدخل، ان الموضوع ده جالي كتير قوي قوي قوي. نهر النيل في مصر. طيب السماء ماء تعلم السباحه. القران. لا، احنا بنصاحب الزمان يعني في ازمنه. مثلا اقول لكم على حاجه، واللي هيجيبها انا هصعبها سنه، بس اللي هيجيبها يبقى جامد. دلوقتي بنتكلم على، هسألكوا السؤال تاني، بس قطع.
مش عارف السبب. طيب هسألكوا سؤال تاني، هسألكوا سؤال مرة تانية. احنا دلوقتي اتكلمنا على الطاء والسين والميم والطاسين وزمن الطواسين اللي هم ال4 سنين. جميل. طيب، واتكلمنا كذا مرة في فيديوهات قبل كده ان احنا بنبقى عايزين سباحة مع الزمن، يعني نصاحب الزمان، نبقى ماشيين معاه، نبقى عارفين الأحداث اللي جاية، بنتكلم عليها وعلى تأويلها من فضل الله سبحانه وتعالى، وبعد كده بنعاينها، صح؟ بتبدأ بقى تحصل. فين أصلا السباحة اللي احنا بنعملها؟ النون ده فين؟ فين النون ده أصلا؟ فهديكم مثال هو هيسهل وهيصعب. يعني مثلا احنا دلوقتي في زمن التواصين وقلنا 4 سنين، قلنا 2025 هي سنة حرف الطاء. حد عنده شك ان 2025 كانت سنة حرف الطاء؟ حد عنده شك في كده؟ ولو حد عنده شك يقول لي ليه، عشان هدي سؤال دلوقتي. مفيش شك. طيب الحمد لله، جميل جدا. في وقت تاني، في وقت تاني هنخش تاني على زمن التواصين، وفي وقت تاني هنخش فيه على زمن الحواميم، وفي وقت تاني هنخش فيه على زمن الألف لام ميم وألف لام ميم صاد، وهكذا. هل أحداث كتير قلت عليها موجودة، الحمد لله رب العالمين. هل في كل الأحوال وكل الأزمان هنبقى عايزين ولازم الجميع المقاولين أو الناس العادية أو يصاحبوا الزمان؟ هل الجميع مطالب إنه يصاحب الزمان، ولا ده أكتر في زمن التواصين؟ حلوة كده؟ يعني هو نفترض إن إحنا في زمن الحواميم، افتراضا هنفترض إن إحنا في زمن الحواميم. زمن الحواميم هل هنبقى محتاجين فيه إن إحنا نصاحب الزمان زي زمن التواصين؟ وليه؟ أو لأ، أو ليه؟ مم. أو لأ، وليه؟ النون في زمن التواصين اشمعنى؟ أسأل السؤال تاني. هل لو احنا في زمن الحواميم هل هنبقى مطالبين عشان النون اللي في السين؟ الله يفتح عليك، هي دي الكلام، هي دي الإجابة. السين نفسها فيها نون، عشان بداية عقرب الثانية يبدأ يعد الله يفتح عليك، 100. السين نفسها فيها نون، فيها نون، وانت قبل وهي علو، انت بتعلو للنون اللي فوق، انت بتعلو. ما هو النون ده هو على الأرض، صح؟ توصيل بها نون، الله يفتح عليك، 100. النون ده هو احنا اتفقنا ان هو نهر النيل. هل نهر النيل ده جزء من النون؟ جزء من النون، حقيقة بوابة 11 هنتكلم عليه. جزء من النون ده، جزء، مش هو النون يعني، هو ده جزء منه. ايه تاني جزء من المية اللي في السماء؟ ما هو ده جزء من النون. فانت السين فيها نون ليه؟ عشان هي رايحة للنون برضو. ما هو العلو ده انت عايز فيه سباحة برضو في السماء، فالسين نفسها فيها نون. ولذلك انت قبل السين في حروف ايه؟ عندك في حرف الطاء، تصين، حرف العين، والعين برضو فيها نون، وحرف الياء، في حروف تانية مربوطة مع السين. الطاء ده الحروف اللي قبليها اللي هي مدخل للسين، الطاء والعين والياء. هنتكلم لما زمن الحواميم، ربنا يحفظكم جميعا يعني. هل في حرف تاني مدخل للسين؟ مدخل للسين يعني قبل السين. وهكذا قال له اكتب وكمان علم آدم الأسماء من هذا الماء، الله يفتح عليك.
الياء، ما هو الطاء والعين. طيب الحروف دي مدخل للسين، ولذلك احنا لما بنتكلم على حرف الطاء، احنا بنبقى عايزين نصاحب الزمان عشان ما نخشش على السين نتفاجئ. هو ده كان المقصد، ان انت ما تتفاجئش بقى بالسين، ما تتفاجئش بحرف السين باحداثه. ولذلك انا قلت لك عشان تعلو انت محتاج ان انت ما تشركش بالله سبحانه وتعالى. ده كله ان انت ما تشركش بالله والاخلاص، ده كله بيعمل ايه؟ ده كله بيتقلك، فلما يتقلك مش هتعرف تكون مع السين، او مش هتعرف تسبح كويس. ده باختصار شديد جدا زمن الطواسين الاربع سنين باذن الله اللي جايين، وطبعا لسه باذن الله مع الموجه هنتكلم يعني. طيب حلو قوي. في حاجه خفة صح 100 100.